خاف يتجوز على مراته، عارف إن مراته جامدة وعارف إن أهل مراته ناس مش سهلين. لو بس فكر إن هو يتجوز هو عارف إيه اللي هيحصل له. عينه فارغة ونفسه يتجوز واحدة غير مراته بأي طريقة، برغم إن هي مش معوزاه أي حاجة، وعايش حياة زي الفل ومعاه ولاده ومناسب ناس كويسة وزي الفل. بس هو بيقول إن هما صعبين أوي في الحتة دي، لو اتجوزت عليها مش هيسيبوني وهياخدوا حقوقهم، يعني تالت ومتلت. تعالوا نشوف بقى هنا إيه اللي حصل للراجل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامح عنده 35 سنة، متجوز ومخلف وحياته زي الفل زي ما قلت لحضراتكم. حب إن هو يتجوز على مراته، ولكن خايف من مراته. قال أحسن حاجة أعملها إن أنا أتجوز عرفي. وده شرع عليه واحد صاحبه وقال له يا عم لو بنفسك تتجوز اتجوز عرفي من غير ما حد يعرف. وحصل حقيقي، شاف واحدة مدربة سيارات، واللي شافها ديت سبحان الله برضه هي عايزة تتجوز كده جوازة عرفي مش مشكلة، ومحدش يعرف، أي جوازة وخلاص. ولما عرض عليها الجواز وقال لها اتجوزك عرفي ومحدش يعرف لا من عندك ولا من عندي، قالت له ماشي مفيش مشاكل عادي خالص. واتجوزوا هما الاتنين، وجاب صاحبه وواحد كمان معاه يشهدوا وورقتين وهوب وتمت الجوازة. طيب العلاقة هتبقى فين بقى؟ ما عندوش شقة، في شقة صاحبه. صاحبه يديله المفتاح، ياخد بعضه يروح الشغل، يقعد طول النهار ويسيب لهم الشقة، وبعد كده يسلمه ويقول له خلاص أنا خلصت واتكل على الله أنا روحت. قعد على كده معاها اليوم الأولاني، بس هي بقى قالت لواحدة صاحبتها، وفي أول يوم خدت صاحبتها المكان اللي هي دوت إن أنا هاجي فيه أنا وهو وبتاع وكده، وعرفتها كل حاجة. كانت واحدة حبيبتها أوي يعني. وخد بعضه، وفي اليوم الأولاني مارس معاها عادي خالص خلاص بقى. وفي اليوم التاني نفس الكلام. جت في اليوم التالت حظه الأزرق، لسه بينام معاها، والعلاقة بدأت هما الاتنين. والحقني الحقني ابعد ابعد عني، وراحت زقاه ابعد يا أخي بقول لك قلبي بيوجعني مش قادرة. في إيه مالك يا ست؟ قال لها تعبانة. في إيه مالك؟ وديني المستشفى مش قادرة مش قادرة. بيشيلها لسه خارج بيها من باب الشقة لقاها هوب راحت منزلة إيديها، جسمها تلج وراحت بالسلامة ماتت. يا نهار اسود بقى مش عارف يعمل ايه. يا دي الفضيحة، هعمل ايه دلوقتي انا؟ اتصل بصاحبه حطها في اوضه النوم زي ما هي كده، واتصل بصاحبه قال له الحقني. قال له في؟ قال له الحقني. قال له انت لحقت يا ابني اتخاصم معاها؟ ده انتوا لسه متجوزين اتخانق. قال له يا عم تعالى بس. قال له في ايه؟ قال له بس تعالى. مش عايز يقول له في التليفون. اول ما دخل قال له لا دي ميته. يا نهار اسود ايه في ايه يا ابني ده؟ قال له حصل كذا 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 واحنا. طب وبعدين؟ قعدوا الاتنين طبعا يفكروا هيعملوا ايه، لغاية ما الاتنين اتفقوا ان هما يلفوها في ملاية وياخدوها يرموها الساعة 3 بالليل في نص الليل. ياخدوها في الصحراء ويرموها في وسط الصحراء وياخدوا بعضهم ايه ويرجعوا. يا ابني محدش يعرف ان انت متجوزها اصلا ولا من عندها ولا من عندك، وان يلا وخلاص على كده وخلصنا. واتفقوا على كده الاتنين ولفوها في ملاية وخدوها في مكان في الصحراء ولكن على قريب من الطريق، وخدوا بعضهم وايه ومشوا الاتنين، وده روح بيته وده روح بيته وخلاص على كده. عدى يوم دوك اليوم التاني بالظبط، ناس معديه من الطريق شافوا كده ملايه جوه بعيد كده وواحد في شعر طالع، والناس جريوا وقالوا يشوفوا ايه ديت. لقوا واحده ميته، اتصلوا بالجهات الامنيه على طول. طبعا الجهات الامنيه قدروا يعرفوا على طول، يعني بالاجهزه الحديثه بيقدروا يعرفوا من الشكل كده على طول دي مكانها فين واسمها ايه بالبطاقه على طول ببطاقتها يعني هو مرميه من غير بطاقه، لكن هم بيقدروا من الشكل بس كده، من صورتها من شكلها على الكمبيوتر بيتعرف على طول البطاقه بتاعتها وبيجيبوا مكانها. طبعا عرفوا بقى ان هي بتشتغل مدربة السيارات في المكان الفلاني. وهنا بقى صاحبتها قالت ان هي لسه متجوزة من 3 ايام من واحد اسمه كذا، وكان في الشقة فلانية في حتة فلانية، وودته مكان الشقة وتم القبض على صاحبه اللي هو صاحب الشقة. جاب طبعا البيئة والاتنين اتقبض عليهم. طب عملتوا كده ليه؟ قتلتوها؟ احنا ما قتلناش حد، هي ميتة موتة طبيعية. وشوف طبعا لما اتعرض الجثة على الطب الشرعي طلع ان هي صح ميتة موتة طبيعية. طيب ايه اللي حصل بقى؟ حصل كذا كذا، احنا خفنا وانا خايف من مراتي لحسن تعرف ان انا اتجوزت عليها، فعملنا كده وخدناها رميناها. وتحولوا لمحكمة الجنايات الاتنين، واتحكم على كل واحد فيهم سنة. ليه؟ طبعا عشان خاطر تعتبر الجريمة دي برضو ان هم خافوا الايه؟ الجثة. اشكركم جدا، اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.